السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. من المنظرة والمنتزه. من عند كوبري المنظرة يا جماعة. بصوا اليافطة بتاعت إزالة كوبري المنظرة دي بقى لها أكتر من شهرين، بس لسه ما حصلش حاجة. الكوبري زي ما هو لسه. مش هي حصلت يعني بس أنا شايف دلوقتي في الأعمدة، أعمدة المترو خلصت أهيت. زي ما شايفين قدامنا ما بين المنظرة والمنتزه تقريبا كده. السكة خالصة دي واحنا أبو قير كانت خلصانة، المعمورة خلصانة، المنتزه خلصت اهيت، وسيدي بشر خلصت، والعصافرة خلصت. خشوا بقى على فاكتوريا إن شاء الله قريب. العمدان اتصبت. فاضل المحور اللي فوق اللي هو هيمشي عليه المترو إن شاء الله. ده كوبري المنطقة لسه يا جماعة زي ما هو اهوت، ما فيش أي حاجة، بس اليافطة محطوطة. شركة المقاولات هتاخد المشروع دوت، مشروع الهدم ومشروع الطريق الجديد اللي هيتعمل بدل النفق دوت إن شاء الله. هنا الحتة ديت في المسار العلوي لمترو اسكندرية، اللي واخد المسار العلوي هياخد من محطة أبو قير لحد محطة الظهرية إن شاء الله. وبعدين من الظهرية لحد محطة مصر مسار سطحي 20 محطة مترو، بطول 21 كيلو متر، يعني ما بين كل محطة ومحطة حوالي كيلومتر تقريبا. ضفنا 5 محطات جديدة: ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وسبورتنج وباب شرقي. هنا تحت نفق المنظرة لسه برضه الزحمة زي ما هي. شادي كده بيعدي شارع الملاحة. سور المنتزه لو شايفين الأعمدة اهيت في الحتة المسار اللي ما بين المنتزه والمنظرة، طبعا محطة المنتزه القديمة إن شاء الله ما تتشالش كده، بس هتتشال طبعا عشان المترو الجديد. والله دي أجمل محطة في العالم، تعتبر بحبها جدا. منظرها كده جميل جدا، محطة تاريخية يعني. تقريبا دي من أيام الملك فاروق معمولة، من أيام ما عملوا المنتزه دي. طبعا المحطة الجميلة دي كان في مخزن كمان فيها بتاع القطر بتاع الملك فاروق. شايفين المعدات الأوناش، وحاطين البلوكات دي بتاعت مجسات التربة، بيشوفوا حمل التربة ايه في المنطقة، ومحتاجة العمود شكله ايه، والخرسانة شكلها ايه، والعمدانية خلصت اهي طلعت خلاص. كده احنا خدنا من المنظرة ماشيين على المنتزه. تعالى بقى نبص على محطة المنتزه عبارة ايه. يا رب نكونش اتهدت. والجري الجميلة بتاعت المنتزه العباد دي كلها جاية من أبو قير، وجاية من المعمورة، وجاية من منتصر. طالعة بقى ايه، هتمشي بقى على البحر لحد بحري إن شاء الله. بحر في سكته إن شاء الله. ما بين كل عمود وعمود يا جماعة حوالي 50 متر في المنطقة ديت، أو كل المنطقة اللي واخدة من أبو قير لحد الظهرية إن شاء الله. بصوا هي المنطقة هنا سهلة شوية علشان مفيش مباني ومفيش عمارات، فالشغل فيها سهل. هو الشغل بقى اللي هياخد وقت معاهم جامد الحتة من غبريال لحد شارع وينجت. هي دي الحتة اللي فيها الدوشة كلها بقى، هي ضيقة جدا، والعماير يعني مش عارف يعملوا فيها الصراحة، ربنا يسترها معاهم بقى. هنا المحلات اللي على القطر على طول ده الشال، في جامع وفي كده دور حمامات دورات مياه. لا شايفين بقى محطة المنتزه عاملة جميلة الصراحة، منظرها رائع والله. يعني خسارة الشال الصراحة، المفروض يسيبوها كده يعملوا يعني ما تتشالش. تبقى حاجة تاريخية، متحف من متاحف اسكندرية الجميلة. شايفين العمدان طالعة والآلات شغالة. دي محطة المنتزه. فكرة منتزه الدخول ب25 جنيه. بقت جميلة جدا جوه، في بحر جوه
منتزه باي 150 جنيه، بتاخد طفطف كده بحوالي 25 جنيه. من هنا يوديك ايه؟ يوديك البحر. ده سور المنتزه القديم، محطة المنتزه. مش عارف بقى المترو لما هيتعمل هيتعمل هنا المحطة ولا ترحل قدام شوية أو ورا شوية، عشان هنا في مدخل المنتزه. هل هيكون نفس المكان القديم بتاعها ولا هيترحل حبة؟ لسه ما بانش بالظبط اللي هيحصل. في بقى الجامع ودورة المياه دي وكم محل كده هيتشالوا. ده الطريق، ده اللي طريق طريق أبو قير المنظرة، واخد من أبو قير لحد المنظرة الطريق دوت. شايفين بتاع الصفرة الطويلة ديت تقريبا ديت بتاعت الخوازيق اللي بتحفر الآبار، وبعد كده بيحطوا فيها شبك الحديد، وبعد كده بتتغطى بالأسمنت، وبعد كده بيتعمل فوق بقى ايه اللي هو الحمل العرضي دوت. بعد كده يتحط بقى ايه الحمل اللي بالطول. العمدان ظهرت من الشارع، حاجة جامدة الصراحة. حتى راسكم حط حواجز كده خرسانية عشان محدش يخش موقع المشروع. هنا بقى عند المحطات دي هيتعمل سلالم كهربائية وسلالم عادية إن شاء الله. دي منطقة المنتزه ومنطقة المنظرة. المنتزه جوه جمال بقى جميلة جدا والله بعد التحديد دوت. هو ساعتها غيرت معالمها شوية، بس يعني ايه جدد التغيير يعني. شايفين راسكم حتى الخرسانات دي عشان جوه يشتغلوا براحتهم يعني، محدش يعدي بقى، ممكن حد يتصاب، حد يحصل له اي حاجه. حاطين الحواجز ديت حمايه للناس وحمايه للعمال برضو، مش يقدروا يكملوا عملهم بعد كل ايه شويه حد داخل طالع عليهم. بصوا الاوناش. صورنا قبل كده في المنظره، وصورنا قبل كده ما بين سيدي بشر والعصافره، وصورنا وهم بيحفروا الأساس، وصورنا هم بيهدوا، صورنا هم بيحطوا الشبك الحديد، وهم كمان بيحطوا الخرسانات ديت. بصوا المنطقة ديت مش عارف بيعملوا هنا، تقريبا دي مجسات الأرضية. بيحطوا حجارة كتيرة جدا عشان ايه يشوفوا الأرضية هتستحمل مش هتستحمل يعني. عارفين احنا منطقة أصلا كانت منطقة زراعية زمان، دي كانت منطقة كلها لو تفتكروا كان كلها مزارع الجوافة والموز والبرتقال. لما كنا بنركب كده من محطة مصر ننزل هنا بعد المنتزه ديت والمعمورة، نشتري جوافة ونشتري برتقال ونشتري الموالح ديت. بس كله بقى ايه راح مع العمارات اللي اتعمل جديد ديت. ان شاء الله يا جماعة يوم بيوم كده اهوت، محطة محطة، نشوف اللي بيحصل فيها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.